شبكه كبيره. قبلها يا جماعه. في الحلقه اللي فاتت طاحون قدر يكسب واحده من جوائز نجوى واللي كانت ايفون. كده معانا في البوكسات بلاي ستيشن، ايباد، لابتوب. يا ترى في تحديات النهارده حد فيهم هيقدر يوصل ويكسب واحده من البوكسات ولا لا؟ تحدي سهل جدا 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 جدا، والمفروض اي واحد فيكم يتوقعها على طول. دي بالونه بينك ودي بالونه زرقاء. السؤال بيقول مين البالونه اكبر من الثانيه؟ الازرق كبيره. مين عايز يكسب 1000 جنيه؟ لا اكيد مش بالسهوله دي. السؤال هنا ده فالف لو فتحته فهيسمح ان الهواء يعدي ما بين البالونتين البينك والبلو. وده محبس؟ محبس. ايوه كده يا عم. تحيا مصر يا عم. تحيا مصر يا عم الحاج. السؤال هيحصل ايه لو فتحت الفالف دي ما بين البالونتين؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هقول لكم اختيارات. هل البالونه الزرقاء هتنفخ البالونه البينك لحد ما يبقوا الاثنين قد بعض، ولا البالونه الزرقاء هتنفخ البالونه البينك لحد ما البالونه الزرقاء تفسي على الاخر والبالونه البينك تبقى كبيره على الاخر، ولا مش هيحصل اي حاجه، ولا البالونه البينك هي اللي هتنفخ البالونه الزرقاء؟ دي هتكبر وتصغر. دي هتكبر وتصغر. دي مفيش حاجه هتحصل. دخل هواء على البلو البينك. البالونه البلو هتدخل هواء على البالونه البينك. الكميه الاثنين دول هتتقسم على الاثنين، فالاثنين في النهايه هيبقوا قد بعض. أيوة. وانت نفس الإجابة. نفس الاجابه. وانت نفس الإجابة. قولي. مش هيحصل اي حاجه. ها البالونة البينك هتبقى قد البالونه البينك هتبقى الزرقاء. قد الزرق، يعني دي هتنفخ دي لحد ما يبقوا قد بعض. حد عنده اجابه غير اللي اتقالت؟ قولي. البينك هتنفخ الزرقاء. ماشي. صح بتجاوب غلط. صح. الميس ساينس يا جماعه بتقول لها حرام عليك، انت قلتي بينك هتملى الزرقاء. معظم الناس بتقول ان البالونه الزرقاء هتنفخ البينك لحد ما يبقوا الاثنين زي بعض. اللي بيشجع النظريه دي يرفع ايده لفوق. النظريه بتقول ان مش هيحصل حاجه، يفضل زي بعض. يرفع ايده لفوق. في اجابه كده حد راح قال لك البينك هتملى الزرقاء. البينك هتملى الزرقاء. البينك هتبقى اصغر والزرقاء تبقى اكبر. خلينا نشوف. صح. اسمك ايه؟ ياسمين. خلينا نشوف وهنفتح الفالف وركزوا في اللي هيحصل كويس. ادينا فتحنا. ايه اللي بيحصل؟ البلو بتبقى البالونه دي بتصغر ودي بتكبر. يا مس فين؟ اختفت. انت كنت بتقولي لها يا شيخه يا شيخه. علي. انتوا الاثنين واحد فيكم يقول لي تفسير صح. الضغط في البالونه الصغيره عالي شويه فهو زق الهواء في البالونه. عالي البالونه. اشمعنى الضغط في البالونه الصغيره عالي؟ كنا الاريا كلها قليله. ايوه يبقى في ضغط على البالونه. ماشي. هو يعني انا حسيت ان البالون الازرق هي الكبيره فهي تقدر تستحمل الهواء الاكتر، فلما البينك هتفسي هتودي كله عند الازرق. والله بص اللي انت بتقوليه ده بالمنطق والكومن سنس انت بتقولي صح، بس مش عارفه الالفاظ صح. هو فعلا البالونه الصغيره عشان فيها هواء قليل فالربر عامل ضغط اكبر من البالونه الكبيره. هو دايما يا جماعه الموضوع موضوع ضغوط. تعرفوا بريشر دايما لما بنيجي ننقل ميه من مكان لمكان بتروح من المكان العالي للمكان الواطي. فاحنا لما هنيجي نفكر البريشر بيتنقل من الهاي لللو ولا اللو للهاي؟ من الضغط العالي للضغط الصغير، من الهاي بريشر لللو بريشر. طب الملاحظه اللي قصادنا، الاوبزرفيشن اللي قصادنا بتقول الهواء اتنقل من البينك للبلو ولا من البلو للبينك؟ يبقى مين البريشر فيه كان اعلى؟ البينك. صح. هنا احنا عرفنا ان البريشر كان اعلى في البينك بس ما عرفناش ليه كان اعلى. هقول لكم انا معلومه بسيطه جدا. الهواء اللي خرج من البينك كان بطيء ولا سريع بالنسبه للبلو؟ بطيء. وهنا كان بطيء ولا سريع؟ سريع. فاحنا كده نعرف معلومه مهمه ان الهواء البطيء عنده هاي بريشر. فالناس كلها بتخلط وتقول ان الهواء السريع البريشر بتاعه اعلى من الهواء البطيء، بس العكس هو اللي بيحصل. في سبب تاني، البالونه لما بتكون صغيره الرابر هيعمل ستريس اكبر من وهو صغير ولا من هو كبير؟ هو صغير. وطبعا نقدر نستنتجه هنا ان احنا كل ما بننفخ البالونه كل ما الضغط بتاعها بيقل، وزي ما انتم عارفين ان الهواء بينتقل من الضغط الكبير للضغط القليل، وده اللي شفناه بالملاحظه ان الهواء اتنقل من البالونه الصغيره اللي كان فيها ضغط كبير للبالونه الكبيره اللي كان فيها ضغط صغير. فانت كده عندك اكتر من سبب بيقول ان الهواء من البالونه البينك هيملى البالونه الزرقاء. ونقول لها الف مبروك يا ياسمين. التحدي بقى ده في قمه السهوله عشان انا عايز حد يكسب. نخش في البريشرز. دي صودا ميه غازيه. ايه اللي بيحصل لما بنرجها؟ هتفور. صح كده؟ شايفين الجيج ده متلون بالاسود وبالاحمر. بالاسود رقم لحد رقم كام؟ بالاسود 12. 12 from 0 to 12.
12 ده الواحد منه هو معناه الضغط الجوي اللي علينا، واحد بار، يعني الواحد من ده معناه ده الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه عادي. فاحنا لو نزلنا تحت في الميه الضغط بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. لو طلعنا فوق على جبل بيقل. برافو عليك يا هشام. فالسؤال هنا هيحصل ايه لو رجيت الازازه دي جامد؟ هتفور، بس هي مش هتفور عشان احنا قافلينها كويس. هل بقى لما تفور ده هيفضل زي ما هو ثابت ولا هيزيد؟ ولو هيزيد لرقم كام؟ ده بيقيس الضغط. 3 ايه 5 stay the same. وانت بتقولي stay the same هتزيد لحد 12. ماشي. طب اللي قال الضغط هيزيد يرفع ايده. كله بيقول ارقام الحظ بتاعته، بس هنجرب سوا ونشوف. ها عايزين تشوفوا كم واحد قال 4؟ كم واحد قال 3؟ كم واحد قال 2؟ ولا واحد. الاجابه ان هو هيكون اللي حصل 2. فكرة هنا ان هو زاد لحد 2 ضعف الضغط الجوي. فمين اللي قال هيزيد؟ 3. هديكوا فرصة. هيحصل ايه لو فتحت الغطا؟ ده هيزيد اكتر ويخبط لل 12، ولا هيفضل زي ما هو، ولا هيقل؟ هيقل، يعني هيرجع تاني للصفر. هيرجع تاني للصفر. هيزيد 4. هتزيد الضعف كمان صح؟ لو فتحت الازاز كله بيقول 4 صح؟ بجد متأكدين؟ هو ده بيقيس الضغط ازاي؟ بالضغط اللي داخل عليه صح؟ بيقعد يضغط على حساس عنده فيقول لنا ضغطه كام. فانا لو جيت فتحت ايه اللي حصل؟ رجع تاني للصفر. هينزل لصفر لان مفيش هواء ضغط عليه، فهو ما عليهوش ضغط اصلا دلوقتي لان انا اوريدي فكيته والفالف هنا مش محكمه، فالهواء كله طالع والضغط كله طالع من غير ما يضغط عليك. برافو عليك يا محمد. واول واحد عدها في الكلاس يا جماعه يكسب 1000 جنيه بكلام سحب له سقفه كبيره. تعالى بقى كده يا عم محمد عشان هنروح لاصعب فقره في اليوم كله. محمد دلوقتي انت في ايدك 1000 جنيه، هتاخد ال 1000 جنيه وتروح ومبسوط بيهم. 1000 جنيه بحالهم، يا اما تستغنى عن ال 1000 جنيه وانت وحظك. يا عالم بقى يطلع لك ايه في البوكسات. بحب اللحظات الشريره دي. طب عادي امسك البوكس؟ لا. امسكه اشوف لا وزن هتشاور على بوكس وانا اللي اجيبه لك. ها قررت هتاخد ال 1000 جنيه ولا البوكسات؟ البوكسات. متاكد؟ اه اخر كلام؟ اخر كلام. طب ماشي شاور على بوكس اجيبه لك. انت بتعمل فينا كده ليه؟ الطار ده. متاكد؟ اخر كلام؟ اخر كلام. انا هبص كده ولو انا هعيط. قوموا يا شباب عشان تشوفوا هو كسب ايه معانا. اي هيت كده بقى. يلا. في حاجه؟ ايه طلع انا بحسبها فاضيه. لابتوب. سقفة كبيرة. ألف مبروك، معاك لابتوب جديد علشان الدراسة. سقفة كبيرة دي يا جماعة. التحديات دي كانت برعاية نجوى كلاسز. وطبعا مش عايزين ننسى ان احنا نشكر نجوى ان هي كانت الراعي للحلقه دي وادتنا فرصه ان احنا ننزل المدارس ونعمل التحديات دي ونوزع الجوائز القيمه دي كلها. فما تنسوش تشكروهم وتدعموهم وتنزلوا ابلكيشن نجوى كلاسز.